محاولة عدم التفكير. في نقطة غريبة جدا ويمكن أول ما تسمعها تستغربها زي ما أنا استغربتها أول مرة. أنا هنا بكلمك عن علاج التفكير المفرط، بس المفاجأة إن العلاج مش إنك تحاول ما تفكرش. أنا عن نفسي بفكر كتير وباخد قرارات غلط في الآخر عادي يعني. عارف إنها تبان متناقضة، بس اسمعني النهاية. في عالم نفسي اسمه دانيال ويجنر، راجل من جامعة هارفارد، عمل بحث مشهور اسمه Ironic Effects of Mental Control، اللي هو اسمه التأثير الساخر لمحاولة السيطرة على العقل. الراجل عمل تجربة بسيطة بس عبقرية. قسم الناس لمجموعتين. المجموعة الأولى قال لهم عايزكم لمدة دقايق تحاولوا ما تفكروش خالص في الدب الأبيض اللي ممكن يدخل علينا. والمجموعة التانية قال لهم العكس، فكروا عادي، مفيش أي تعليمات تمنعكم من التفكير في الدب الأبيض اللي ممكن يدخل علينا. وتخيل النتيجة، المجموعة اللي كانت بتحاول ما تفكرش في الدب الأبيض كانت صورته بتنط في دماغهم أكتر من الناس التانيين. يعني كل ما حاولوا يمنعوا نفسهم من التفكير، كل ما فكرة الدب الأبيض لزقت في دماغهم أكتر. وده معناه ببساطة إنك لما تقول لنفسك ما تفكرش، ما تقلقش، انسى الموضوع، عقلك بيعمل العكس بالظبط وبيبدأ يضخم الفكرة ويكررها أكتر وأكتر. فمحاولتك إنك تكبت التفكير أو تمنعه مش بتعالج المشكلة، دي بالعكس بتزودها. وده اللي العلماء سموه التأثير الساخر، إنك كل ما تحاول تسيطر على عقلك هو اللي يسيطر عليك أكتر.